سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي نشرة الأنباء الأحوازية، والتي نبدأها بالعناوين. اعتقال ناشط أحوازي وتدهور صحته جراء تعرضه للتعذيب الشديد. وعود مدير ميناء عبادان لم تنفذ أبدا، 4 وعود مهمة لم تنفذ. تجمع احتجاجي للمتقاعدين في عدة مدن. تحول نصف مستنقعات البلاد إلى مراكز للغبار. المدعي العام السابق في طهران والمنتهك لحقوق الإنسان يحصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة في إيران. ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس السوري مستجدات الأحداث في سوريا. كارثة مطار ريغان، تحقيقات إضافية والعثور على رفات 55 ضحية. هجوم على حقل كورمور للغاز في كردستان العراق، والسلطات تتهم ميليشيات. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أفادت مصادر منظمة حقوق الإنسان كارون أن عدنان عبادي ابن جابر البالغ من العمر 47 عاما، وهو موظف في كلية الزراعة في ملا ثاني بالأحواز، تم اعتقاله في منزله في منطقة المويلحة التابعة لقسم الباوي بالأحواز من قبل قوات الأمن. وفقا لهذه المصادر، تدهورت حالة عدنان الصحية نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي الشديد، كما يعاني من أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي. عدنان عبادي متزوج وأب ل3 أطفال صغار، ناشط سياسي وثقافي أحوازي. تم استدعاء السيد عبادي واستجوابه عدة مرات من قبل المراكز الأمنية والاستخباراتية على مر السنين. وفقا لتقرير وكالة ركنة، فإن سكان مدينة عبادان خلال السنوات ال3 الأخيرة شهدوا وعودا غير محققة من قبل كامبيز مالكي زادة، المدير غير المحلي لإدارة الموانئ والملاحة في عبادان. منذ تعيينه كمدير، واجهت المدينة عدة وعود لم يتم تنفيذ أي منها. بعض من أهم هذه الوعود: إغلاق خط السياحة الترفيهي في نوروز بحجة الصيانة. على الرغم من الوعد بإعادة تشغيله، تم استخدام السفينة في ميناء آخر. فشل تشغيل خط الشحن بين عبادان والواصلية العراقية. الفشل في تجهيز وتشغيل خط شحن بين شط العرب والكويت دون توافر البنية التحتية اللازمة. في الأشهر الأخيرة تم طلب مقابلة المدير عدة مرات، لكن لم يتم الرد بسبب غيابه. مدير ميناء عبادان فشل في الالتزام بوعوده، مما أدى إلى فقدان ثقة السكان والمواطنين الأحوازيين به. تجمع مجموعة من المتقاعدين في صناعة الحديد والصلب في مدن أصفهان والأحواز وكرمان أمام مبنى صندوق التقاعد، حيث طرحوا مطالبهم التي تشمل تعديل توحيد الرواتب ودفع المتأخرات وعيدية لا تقل عن ضعف الرواتب، وتقديم خدمات طبية مجانية. وفقا لتقرير وكالة العمل الإيرانية إلنا، الأحد 2 فبراير تجمع مجموعة من المتقاعدين في صناعة الفولاذ في مدن أصفهان والأحواز وكرمان أمام مبنى صندوق التقاعد، معلنين اعتراضهم على عدم تنفيذ توحيد الرواتب بشكل صحيح وتأخير دفع المتأخرات. أكد هؤلاء المتقاعدون على ضرورة تنفيذ القرار الإصلاحي الصادر بشأن توحيد الرواتب الفعلي. وفي سياق متصل، احتشد المتقاعدون العماليون في السوس والأحواز داعمين مطالب متقاعدي الفولاذ، وطلبوا زيادة قانونية في الرواتب والمعاشات وتكييف الرواتب مع خط الفقر، ومعارضة خصخصة بنك رفاه وشركات شيستا.
هذا وأكد المتقاعدون أن انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة تكاليف المعيشة جعلت الرواتب الحالية غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وطالبوا الحكومة والبرلمان بسرعة اتخاذ الإجراءات لتعديل الهياكل المالية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ توحيد الرواتب بشكل صحيح. في تصريح خطير كشف شمسي بور نائب رئيس منظمة حماية البيئة أن نحو نصف المستنقعات المائية والأهوار في إيران قد تحولت إلى مراكز للغبار أو على وشك الجفاف. جاء هذا التصريح في إطار البرنامج السابع الذي تم فيه تخصيص حقوق مياه البحيرات بمقدار 10.7 مليار متر مكعب. وأكد شمسي بور أن تخصيص حقوق مياه البحيرات في البرنامج السابع هو خطوة مهمة للحفاظ على الموارد المائية ومنع مزيد من التدهور البيئي، إلا أن تحويل نصف البحيرات إلى مراكز للغبار يشير إلى أزمة بيئية كبيرة تتطلب جهودا عاجلة لمواجهتها. هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لتبني سياسات بيئية أكثر فعالية للحفاظ على المستنقعات والبحيرات وضمان استدامتها للأجيال القادمة. سعيد مرتضوي الذي شغل مناصب مختلفة في الجهاز القضائي الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية ويعتبر أحد منتهكي حقوق الإنسان في إيران، حصل على رخصة محاماة من نقابة المحامين في يزد. هو مدرج في قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. نشر موقع وكالة بريس يوم السبت 1 فبراير أن مرتضوي حصل على رخصة ممارسة المحاماة الأساسية من نقابة المحامين في يزد. نقلا عن رئيس نقابة المحامين في يزد، أفاد وكالة بريس أن رخصة ممارسة المحاماة الخاصة بمرتضوي تم إصدارها بعد الحصول على الاستعلامات القانونية وإيجابية النتائج واتباع الإجراءات القانونية. سعيد مرتضوي المدعي العام السابق في طهران يعتبر واحدا من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في إيران، وذلك بسبب تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان. خلال فترة عمله ارتبط اسمه بالعديد من القضايا التي أثارت استياء واسعا داخل إيران وخارجها. سعيد مرتضوي كان أحد أقرب المساعدين للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. تولى منصب المدعي العام في طهران حيث كان له دور كبير في قمع الاحتجاجات والانتفاضات التي شهدتها البلاد، خاصة خلال الانتفاضة الخضراء في عام 2009. تورط مرتضوي في مقتل 3 معتقلين تحت التعذيب في معتقل كهريزك خلال احتجاجات 2009. تم الحكم عليه بالسجن لمدة 2 عام فقط رغم تورطه في هذه الجرائم. خلال فترة الإصلاحات أغلق مرتضوي العشرات من الصحف، مما أدى إلى وصفه بجلاد الصحافة من قبل الإصلاحيين. تورط مرتضوي في قضايا فساد واختلاس أثناء توليه رئاسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد إعفائه من منصبه القضائي في عام 2010. تتهم منظمات حقوقية دولية مثل هيومان رايتس ووتش تتهم مرتضوي بأنه من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران، كما تتهمه الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، وهو مدرج على قوائم العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي. سعيد مرتضوي يعتبر رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، حيث تورط في العديد من الجرائم التي أثارت استياء واسعا، ورغم محاولات محاسبته إلا أن العقوبات التي وجهت إليه لم تكن كافية لتحقيق العدالة. بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي مستجدات الأحداث في سوريا
والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في أثناء زيارته إلى العاصمة الرياض، طبقا لبيان وكالة الأنباء السعودية واس. في هذه الأثناء جرى مناقشة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها. قالت السلطات الأمريكية يوم الأحد إنها عثرت على رفات 55 من أصل 67 شخصاً لقوا حتفهم في أفدح كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001. وكانت هيئة الطيران الاتحادية قد أعلنت في بيان مقتضب يوم الخميس أن طائرة ركاب تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز اصطدمت بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في مطار رونالد ريغان. تعرض حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء الأحد لهجوم بمسيرة لم يسفر عن أضرار، فيما حملت السلطات المحلية ميليشيات خارجة على القانون مسؤوليته. وقالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان عبر بيان مساء الأحد إنه جرى تنفيذ هجوم بطائرة من دون طيار على حقل كورمور للغاز من دون أن يحدث أي ضرر للحقل أو شركة دانا غاز الإماراتية التي تديره. من جهته قال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم إن مصدر المسيرة المعادية قرية بشير جنوب محافظة كركوك، وإن ميليشيات خارجة على القانون نفذت الهجوم. هذا وقد سبق أن ندد سياسيون في كردستان بهجمات متفرقة على حقل كورمور للغاز، محملين فصائل مسلحة موالية لإيران مسؤوليتها. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على طيب المتابعة، وإلى اللقاء مع طائفة أخرى من أهم الأنباء الأحوازية. دمتم في أمان الله.